ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الممبار. عندي كيلو ممبار بنجيبه من الجزار، بيبقى غالبا متنضف او نص تنظيف واحنا بنعيد عليه. تعالوا اقول لكم احنا هننضفه ازاي. انا طبعا منضفاه، مش حابة ان انا اطلع انضف الممبار او الفراخ او الحاجات دي على الشاشة او في الفيديو، بس انا هقول لكم احنا او انتي في البيت ممكن تنضفيه ازاي. هتجيبي السكينة وبظهر السكينة مش من الحتة اللي احنا بنقطع منها هنفضل نكحت في الممبار، هتلاقيه بيخرج معاكي اي زفارة او اي لسه بواقي لسه ما اتنضفتش. وكمان بترجعي تاني تقلبيه على الناحية التانية وتكحتيه برضو كده بنفس الطريقة، هتلاقيه مطلع معاكي مثلا دهون او افرازات او ايا كان يعني من الناحية التانية. ده كده بالنسبة ان انتي بتكحتي الممبار او بتنضفيه. طيب اغسله بايه؟ طبعا الخل لا، الخل بيزود زفارة اي حاجة. فاحنا هنا بنغسله بنحط معلقتين مثلا ملح، معلقتين دقيق، ليمونتين، وبنقعد نقلبهم، ممكن نزودهم شوية مية لو انتي حابة، لكن خل لا. تبتدي تضيفيهم على الممبار وتدعكيهم كويس قوي قوي فيه. عايزة تزودي ليمون براحتك، عايزة تزودي ملح براحتك، احنا كده كده هنشطفه. وفي نفس الوقت برضو هنقلبه على الناحية التانية ونحط نفس الخلطة ونقعد نقلبه في الخلطة، وممكن كمان تسيبيه شوية فيها. بعد كده بتشطفيه تحت الحنفية الجارية، هتلاقيه نضف وبقى زي الفل معاكي وريحته ما فيهاش اي حاجة. تعالوا بقى نعمل خلطة الممبار. طبعا خلطة الممبار بتتعمل ني في ني، ما بنسويهاش ابدا لان الممبار بياخد سوا اكتر من المحشي على النار. هبتدي اجيب الرز، 3 كوبايات رز، هحط عليهم 3 بصلات كبار مبشورين خشن مش مبشورين ناعم، عايزة طعم البصل يبان معايا في الوصفة. وهبتدي اضيف صلصة تقريبا شفشق كبير بتاع الخلاط دوت، هملاه صلصة وابتدي اضيفها. وطبعا الخضرة بحط بقدونس وكزبرة وشبت، طبعا حزمة من كل حاجة، او لو في الصيف دوت ممكن تزودي كمان حزمة لانها ما بتبقاش كبيرة قوي. هنا بقطع طماطمايه صغيرة قوي وقرن فلفل حامي لو انتوا بتحبوا الحاجة سبايسي، لو لا خلاص استغني عن الفلفل، بس الطماطمايه بتدي تيست ولون جميل قوي للممبار. هقلب الخلطة اللي معايا عشان اشوفها لو محتاجة حاجة، محتاجة صلصة، محتاجة خضرة، وكمان عشان نضيف باقي التوابل. هضيف معلقتين صلصة كبار، وكمان هضيف ربع كوباية زيت او كام معلقة زيت كده عشان الرز يبقى مفلفل وما يعجنش معايا جوه الممبار. هنبتدي نضيف توابل خلطة الممبار بتاعتنا النهاردة. هنحتاج من كل تابل هنحتاج معلقتين شاي، يعني الملح معلقتين شاي ملح، هنحتاج كزبرة ناشفة، وكمان هنضيف بهارات أو ال7 بهارات، وبعدين هنحط فلفل أسود، وكمان هنحط بابريكا، وكمان نعناع ناشف، او لو عندك نعناع فريش ممكن ورقتين كده تفرميهم مع الخضرة. يبقى احتاجنا ملح، كزبرة ناشفة، بهارات، بابريكا، فلفل اسود، نعناع. وهنبتدي نقلب التوابل بتاعتنا كلها مع بعض. هنحتاج من كل تابل معلقتين شاي على الكمية اللي احنا عاملينها النهاردة. طبعا ال3 كوبايات دول قضوا معايا كيلو ممبار. خلي بالكم يا جماعة ان الممبار لما بنجيبه من الجزار بيبقى طبعا فيه مية، ولو كمان لسه هيتنضف فوزنه بيقل، ما بيبقاش كيلو صافي، بعد ما بيتنضف ما بيبقاش كيلو صافي. وهو طبعا بيجي طويل كده، فانتي بتقصيه الحجم اللي انتي عايزاه، وتراعي برضو ان لما بيتحط في المية طبعا بيكش. هنا بعد ما قصيته بتبقى فيه حتة الدهنة دي اللي في الممبار، في ناس بتقلبه عشان الدهون دي تبقى جوه وتدي تست حلو للرز، وفي ناس بتخليه من بره. انا صراحة بخليه من بره عشان الدهون دي تنزل في قلب مية السلق او الشوربة بتاعته، لكن مش عايزاها جوه هتبقى دسمة وتقيلة وبنزود على نفسنا دهون على الفاضي. فيفضل ان انتي صحيا يعني خليها من بره احسن. والممبار لو انتي جايباه من جزار واثقة فيه كده كده يبقى طعمه حلو.
هنا الخلطة بتاعتي خلاص جاهزة والتوابل كلها مظبوطة. هبتدي أحشي بقى الحتت الممبار اللي أنا قطعتها الطول اللي أنا عايزاه، وابتدي أدخل صباعي اتنين كده وابتدي أضيف الرز. كانوا زمان طبعا في ناس بتعمله كده بزي قمع أو حاجة، بس كان بيبقى أضيق من كده، لكن هو كده سهل ومش بياخد معاكي وقت خالص، بيبقى أسرع كمان من لو هتحشي محشي. فهبتدي احشي كده الخلطة بتاعتي. وطبعا يا جماعة الممبار مش بحشيه خالص، ما بكترش الرز فيه، لان الرز لسه عايز مساحة عشان هيستوي، فحجمه هيتضاعف لما ينزل المية. وانا بعد ما احشيه ابططه خالص كده، احس ان هو فاضي، يعني اللي هو ما تقوليش انت لو ما تيجي تقولي كده فاضي، لا يبقى هو كده مظبوط، لان الرز بينفخ جامد جدا في المية، فعشان ما يفرقعش معاكي. طبعا يا جماعة أنا عارفة إن كل الناس بتعرف تعمل الممبار، بس أنا بتكلم لو في بنوتة لسه مثلا عروسة جديدة أو لسه داخلة المطبخ جديد، فأنا بعرفها بس إيه الحاجات اللي ما تاخد بالها منها. لكن طبعا أنا عارفة إن كل الستات ما شاء الله عليهم، يبقى كل ما تحشي واحدة حاولي تبططيها كده بصوابعك، ولو في زيادة مش مشكلة نزليهم تاني، بس المهم ما تبقاش، أنا مش عايزاها دايرة، أنا عايزة الممبار متبطط كده. ممكن تحطيه على أي قطاعة أو حاجة وافرديه كده بإيدك بحيث إنه يبقى يعني مستطيل كده مش دايرة خالص. هو لما بيتسلق طبعا بيبقى الرز بيملى وبيبقى دايرة زي ما احنا عايزين. حلة كبيرة على النار هنبتدي نضيف برضو توابل بتاعتنا، ملح وفلفل، وكمان هنضيف ورق لورا وحبهان، وممكن كمان نحط زنجبيل. عايزة تحطي جزراية، عايزة تحطي طماطماية، عايزة تنكهي بأي منكه ممكن تحطي عادي مفيش مشكلة. وهبتدي أحط الممبار بتاعنا بعد ما المية تغلي. أحاول تكون الحلة كبيرة شوية عشان ما يلزقش الممبار في بعضه، واحاول افرقه كده في الحلة وانا بحطه يعني يتسلق، محطوش كله مرة واحدة. بعد ما هضيف كمية الممبار كلها هستنى عليه يغلي غلوتين كده، وابتدي اهدي النار شوية عليه، مش هوطي خالص بس اهديها شوية، وتقريبا هياخد معايا 40 45 دقيقة على حسب ما هتحسي انه استوى يعني. وخلي بالك في السوا هو يعتبر جلد يعني، فمش عمرك ما هتلاقيه اتهرى مثلا او استوى قوي، هتبقى فيه شدة بسيطة كده، مع التحمير بيرجع يستوي تاني، عشان ما تفضليش سايباه والرز يعجن منك. في طاسة على النار هبتدي احط الزيت بتاعي، واتأكد ان الممبار مفيهوش اي مية او حاجة عشان الزيت ما يطرطش معايا وممكن يلسع اي حد. لو لسه مبلول ممكن تنشفيه بمناديل يعني، وتشيلي برضو الرز اللي من عليه وتحمريه. درجة التحمير دي برضو بتبقى على حسب الرغبة يعني، في ناس بتحب تاكله فاتح شوية ما يبقاش ناشف قوي، وفي ناس بتحب تحمره اللي هو يقرمش شوية معاهم. فدرجة التحمير على حسب ما انتي بتحبي، بس طبعا كل حاجة وسط حلوة يعني، لا أبيض قوي ولا غامق قوي، ده أفضل، يعتبر أفضل تيست ليه يعني.
أحلى وأبسط وأسهل أكلة ممكن تتعمل، هو صراحة يعتبر أسهل من المحشي كمان لو انتي جايباه مثلا من عند الراجل متنضف جاهز. طبعا هو شكله مش محتاج تزويق ولا أي حاجة، بس تعالوا نشوف هنقدمه ازاي لو عندنا عزومة أو لو في العيد مثلا مجمعين العيلة وعايزين نحطه بشكل جميل. وكمان تعالوا أفتح لكم واحد ونشوف من جوه الرز والخلطة عاملة ازاي. ده كان الممبار بتاعنا النهاردة، ودي كانت طريقة خلطة الممبار المصرية الأصيلة، وكانت طريقة تنظيفه برضو زي زمان. في ناس دلوقتي بتقولك بننضفه بالخلاط أو بننضفه في الكبة، كل واحد الحاجة اللي هو متعود عليها أو اتعلمها من مامته أو من أي حد ممكن يعمل بيها. بس أنا بحب أرجع لوصفات والدتي وجدتي، فهي كانت بتنضفه بالسكينة كده. انا صراحة ما بحبش احطه في الخلاط والحاجات دي، لان الخلاط بستعمله في حاجات تانية فهحس ان يعني بقرفة كده شوية. لكن طبعا لو حد فكر فكرة جديدة او اخترع حاجة جديدة تسهل على الامهات الوقت والجهد ووقفة المطبخ، فدي حاجة تحترم وتقعد في ميزان حسناته ان شاء الله، لانها مفيدة لينا كلنا وبتسهل علينا كتير. بصوا الممبار من جوه الرز مفلفل ومش معجن لان احنا حاطينه ني في ني. كمان الصلصة حلوة وباينة وظاهرة. كمان الخضرة برضو ممكن تكتريها شوية عن كده، خضرة الصيف بتبقى قليلة قوي ودبلانة، فحاولي ممكن تكتري عن 3 حزمات. وده كان الممبار بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس، واستنوني في فيديوهات جاية كتير. بحبكم.